وبيجيلكوا دليفري وكده. ده التمر اللي هو لا منه طري ولا منه اللي هو ناشف، اللي بيجيبه ساعات في رمضان ناكله جميع انواعه. تمام. طبعا كان في ناس كتير واقفه، انا كنت بحاول اصور على قد ما اقدر. وانا جبت تمر من اللي هو ابو سمسم ده، كان الكيلو عامل 95، عجبني جدا. ما قدرتش استنى اما اروح، اصلا كلت منه في الشارع من كتر ما هو كان الكواليتي بتاعه حلو جدا. ودي اللي هي التمور اللي هي بتبقى زي القصيم وكده، اللي هي محطوطه في الكراتين لو انتوا عايزين يعني. موجود كل حاجه بالاوزان اللي انتوا محتاجينها. وده تمر محشي لوز وبندق وكده، براند تاني. وهنا دي دقة الزعتر اهي، اللي عايز يعني يشتري. طعمها حلو قوي، طعمها حلو قوي. ودي الارقام اللي هو الخط الساخن بتاعهم. ودي هنا برضو بقية الزيوت بأحجامها وأشكالها. ودي المعصرة بتاعة جوز الهند، بيحطوا جوز الهند من فوق خام، وبينزل كده من تحت ينقط. هنا الجوز بتاعه بيطلع من الناحية دي، العصير بتاعه بيطلع من الناحية دي، والناحية التانية بيطلع التفل كده ماسك في بعضه. تمام. تقريبا الربع كان عامل 120 جنيه، والطن كان عامل 60 جنيه في الوقت ده في 2024. تمام. ادي مكنه تانية. طبعا انا مشيت عشان الراجل دخل عليه ناس تشتري، فحبيت اصورها بوضوح اهو. هم حاطين شنطه كده يقع فيها الطفل اللي بيطلع. والناحيه التانية بيتصفى الزيت. ودي الازاز اهي، الزيت جوز هند خام، الربع ب120 والطن ب60. تمام. موجوده بالاحجام والاشكال اللي انتوا عايزينها. وده المكان اللي هو بتاع الصابون. هنا بقى القسم بتاع المخللات، في جميع انواع المخللات اللي تتخيلوها واللي ما تتخيلوهاش، باعلى جوده وسعرها حلو جدا. وهو حاطط لك هنا اهو الانواع بتاعه الزيتون عشان تدوقها، وعامله من 70 جنيه ل 150 جنيه على حسب نوعيه الزيتون. الزيتون الاسود، التخين، الرفيع خالص، الاخضر. بتدوق اللي انت حابه وبتاخد من اللي انت حابه. تمام. فكانت كلها عاملة من 70، أقل حاجة كانت 70 وأعلى حاجة كانت 140 أو 150 على ما أتذكر يعني. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين المكان زحمة، كل المصيفين راجعين من الكورنيش الجديد هاجمين على المكان. فأنا كنت بحاول أتفرج وأصور، وفي نفس الوقت برضو أشتري المنتجات بتاعتي. ده الزيتون أهو، قسم الزيتون أهو زي ما انتم شايفين بجميع أنواعه. وفي اللي هو الفلفل، الليمون المشكل، كل حاجة كل حاجة هو متواجدة. وهنا ده القسم بتاع الطحينة اهو، اللي هو الطحينة الخام، اللي هما بيحطوا سمسم من فوق وينزل تحت. بصوا ده البلح اللي انا اشتريته، مقدرتش استنى فتحته وانا لسه في المعصرة اكلت منه. ودي عروض الطحينة. وده عسل نحل، عسل اسود اسفة خام، ما دي موجود العروض بتاعته. ماشي. وده دي